السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم جيت معاكم بوصفة كروكي بمقادير مضبوطة، بوصفة ناجحة، يجيكم مقرمش، يجيكم خفيف، يجيكم كما تحبوا. الوصفة هذه حطوها في عينيكم، بالأخص لأصحاب المشاريع. عطيتها لكم يعني بالتفصيل الممل اللي ما ينجحش معها الكروكي. من الوصفة هذه بإذن الله راح يولي ينجح معك. عطيتك بكل مراحله، بكل خطواته. هنا كما شفتوا نجوز هنا معكم المقادير وطريقة التحضير. عندي هنا راح قلت لكم نعطيكم بالمقادير المضبوطة بالكيلة. بديت هنا معاكم. بديت انا قلت لكم كل شيء حنديرو بالكيله، كيله تاع البيض وكيله تاع السكر، رشه ملح، مغرفه ونصف فاني ولا تحبوا مبشور ليمون. قلت لكم انا هنا الكيله تاعي دات لي 8 بيضات. كل شيء قلت لكم راح نديره لكم بالكيله. الفارينه راح نعطيها لكم قداه دات لي، يعني كلش راح نديرو. والسر تاع الكروكي يعني ما كانش يعني اللي يغلطك ويقول لك الكروكي خلط كلش في بعضه وحط لهيه. يعني كون ما تخلطيش السكر والبيض يعني مليح مليح مليح، وحتى يرجع القوام تاعو كريمي ولا ابيض كيما بريسك كيما الجينواز. ما نلحقوش يعني القوام تاع الجينواز بصح بريسك كيما هي. يعطيكم الخفه تاعو، يعني كيما نقولوا تحطوه هكا في الحليب ولا تقسموه ولا يجيكم خفيف خفيف خفيف. انا عن نفسي جربت يعني تاع نحط كلش في بعضه بالزيت بالبيض بالسكر كلش في بعضه ونضرب. وجربت اللي ندير غير بلا فوي، وجربت هذه الطريقه. يعني الطريقه هذه يعني تعطيكم نتيجه ولا اروع. تجيكم ما شاء الله. كما شفتوا ضربت البيض والسكر مليح 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 حتى ترجع ليه القوام تاعو يميل للبيض. كما نقولوا تحصلت على السكر هذاك داب لي مليح. جبت انا هنا كيله تاع الزيت. قلت لكم انا كيلت كلش بالكيله. كيلت هنا كيله تاع الزيت، وهنا حطيتها برك في هذا الطاس باه تسهل عليا انا نبقى نحط. والزيت نحطوه يعني بالدفعات، ما نحطوش دفعه واحده. نبقى نحط على 4 على 5 مرات على 5 دفعات، وانا نحط في الزيت هذاك حتى يمتزج مع المكونات هذوك مليح. هنا يعني اللي يحب يدير بيدو يدير، بصح تديركم وقت كبير كبير باه تعطيكم القوام هذا. انا هنا بعد ما امتزجوا المكونات كامل حبست وراح نبدا نحط في الفارينه. الفارينه هنا بالاخص يعني لا لوفير لازم يعني تغربلوها بيسك قادر تلقاو فيها الحبيبات هذوك ولا يبقاو لكم هكاك. فوتوها في الصفايه، غربلوها عادي. حطيت انا 3 اكياس خميره الحلويات. وبديت قلت لكم نحط فيهم في الصفايه هكاك ونبدا ندخل فيهم في الخليط. قلت لكم انا هنا القوام تاعي ما حباتوش يكون ناشف خلاص وما حباتوش يكون يتلصق بزاف، هو يكون طري في اليد. يعني تقدروا تتحكموا فيه، ما تخليوهش يكون ناشف. يكون عفوا جاري خلاص حتى كي تحطيه في البلا يزيد لا فورم تاعو يتبدل ولا يطلق روحه هكا كي تحطيه في الفور. المهم قلت لكم درك نعطيكم في الاخر القوام اللي تلحقوا ليه اللي يعطيكم النتيجه مليحه. درك انا نبدا ندخل في الفرينه بالعقل بالعقل. في الاول انا استعملت غير لاسباتول، ومن بعد الساعه ندخل يدي. قلت لكم انا في العجين لازمني نمس العجين بيدي، سينو من كيما نقولوا ما نحسش انا كيما نحسش بالقوام هذاك ما نقدرش نميز. انا نحب نمس بيدي باه نميز لاباط تاعي والقوام اللي حباته. قلت لكم انا هنا استعملت في الاول بيسك جاريه، استعملت لاسباتول برك، ومن بعد نولي نستعمل يدي ندخل الفارينه هذاك. كما شفتوا هنا قلت لكم وما تعجنوش غير برؤوس الاصابع، حاولوا غير تدخلوا بالعقل بالعقل. سينو كون تعجنوه يجيكم يابس. انا هنا كما شفتوا القوام اللي تحصلت عليه اللي وصلت ليه هذا هو القوام. قلت لكم تكون طريه وما تكونش يعني ما تكونش جاريه وما تكونش يابسه. المهم تكون طريه. هنا قاعده نعت لكم قلت لكم دات لي كيلو وربع هكاك تاع الفارينه هذه يعني المقادير داولي كيلو وربع. واللي اصحاب المشاريع واللي حابه دير مشروعها غير من البيت ولا يعني هذه الكيله يعني بخاسك تخرج لكم 2 كيلو. ما تخرجش 2 كيلو قد قد بصح بخاسك تخرجها لكم 2 كيلو. هنا قلت لكم نبدا نحط هنا في البلون دو طرافاي تاعي الزيت باه ما نعرف نتحكم فيه، بيسك قلت لكم لاباط تاعي شويه طريه وباه يمشي لي ندير حربوش هكاك. الفور تاعي راني شعلته
على 180 درجة، ما تشعلوش يعني من قبل وتخليوه يسخن بزاف. كي تبداو تشكلوا شعلوه. انا هنا درك نحط الحربوش تاعي في البلاطو. قلت لكم بعد ما دهنتو بالزيت ولا حطوا البابي كويسو كيما تحبوا. انا يعني عن تجربه نحط البابي كويسو خير لي. الخطره هذه ما نعرفوش بيا ما حطيتوش. المهم نحط البابي كويسو تسهل، يطيب لك طيبه واحده يطيب لك روعه. هنا اللي ما يعرفش يعني كما نقول يميزوا قداه ديروا هكاك الكروكو تاعكم، الكروكي تاعكم الحجم تاعو ديروا 3 اصابع. 3 اصابع هذوك وهكو بلاطيو. كي تحب تبلاطيو هكا يجيكم الكروكو تاعكم كامل قد. وهنا تعاودوا تعادلوا غير بالكوباط وديروهم كامل بنفس الطريقه. انا هنا داروا لي زوج بلاوات، داروني يعني 6 حرابش تاع الكروكو كما نعت لكم هكا. قلت لكم حوالي 3 اصابع. درك انا هنا جبت زوج صفار بيض وحابه اللون هذاك اللي من الفوق، السر تاع اللون هذاك. قلت لكم تحطوا القهوه ولا نيسكافي ولا شويه خل. الخل يعني انا نستعملو بزاف نستعملو غير كي ندير المملحات الخبز، يعني نستعمل الخل. وهنا راح لقيتو عاقد شويه، حطيت شويه تاع الحليب. قلت لكم ولا تقدروا تديروا غير الصفار ومع القهوه مع شويه حليب. المهم كما تحبون. هنا استعملت نيسكافي مع شويه تاع الحليب. وحندهن الوجه تاع الكروكي تاعي كامل ونديرو غير بالفرشيط، نديرلو هكاك يعني كما نقولوا خطوط هنا اختياريه. ونحط له شويه تاع الججلانيه. كاينين اللي يحطوا الججلانيه، كاينين اللي يحطوا الكاوكاو مرحي به بقشورو، كاينين بصح مش محمص بيسك هو يتسحرق. قبل ما تحمصوه حطوه رحيوه برك وحطوه. وهنا قلت لكم قاعده ندير خطوط. انا هنا درت لكم خطوط هكا مايله ودرت خطوط بالطول من بعد نعت لكم وخطوط هكا معكوسين يجيو كي شغل مقروضات. قلت لكم اسمعوا نتوما كيما تحبوا الشكل اللي تحبوا تديروه. تحبوا دهنوا طول غير الوجه برك وتخليوه. انا هنا قلت لكم جبت الججلانيه مش محمصه ودردرت على الوجه تاعي. قلت لكم هنا نعت لكم، قلت لكم درت يعني الخطوط المايله والخطوط اللي تجي على شكل مقروضه والخطوط اللي قد. وهذه هي بعد ما طيبته شعلت عليه من التحت حتى طاب لي، خدا لي اللون الاحمر. طاب لي يعني طيبه مليحه. ومن بعد ساعه عاود شعلت عليه من الفوق باه تحمر لي وعطاني الاحمرار هذا. درك انا هنا نقصوه هو يكون سخون تقصوه بيسك كون تخليوه حتى يبرد يتفتت معاكم. وهنا اللي يحبوا يكون هكاك راهو يكون هكاك طري وخفيف يجيكم ما شاء الله. وانا اللي درتو هنا درتو اللي يحبوا يكون مقرمش. انا وحده من الناس ما نحمروش منه من وهادو اللي درت لهم يحبوه يكون مقرمش على بها. حمرت لهم على الجوانب. درك نحي انا نقسمهم كامل ونحي الحواشي هذوك الحواف ونقلبهم على الجهتين ونزيد ندخلوه للفور يتحمر لي على الجهتين. قلت لكم اللي يحبوا يكون طري يعني هكاك راهو يكون طري وفيه هذيك كما نقولوا تقرميشه. وبصح اللي يحبوا يكون مقرمش طول يحطوا قلت لكم يقلبوا على الحواف تاعو ويزيد يدخلوا للفور. كما درك انا نفرشهم كامل وندخلهم. ومن بعد كي يتحمر لي الجهه التحتانيه نعاود كامل نقلبهم كامل على الجهه اللي من الفوق ونزيد نعاود نحمرهم الخطره الثانيه. يعني انا طابلي طيبه وحده، طابلي كي من الفوق كي من التحت يعني عطيته حمرته مليح بيسك قلت لكم لي نحب انا الكروك يعني كي يكون محمر مليح من التحت خير لما يكون خضر. وهذه هي بعد ما كملت وحمرت الكروكي تاعي على الوجهين. هذه هي النتيجه بالشكل النهائي. نتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم الوصفه وتجربوها وترجعوا لي في التعليق اللي ما تخدمش بالطريقه هذه. تجربها وترجع لي في التعليق. ونقول لكم في امان الله وحفظه. مع السلامه ودمتم اوفياء. مع السلامه حبيباتي.